السلام عليكم. معكم سعاد نظمي، ممثلة مسرحية. غادي نحاول نتكلم بإيجاز على مسرحية هملوليات اللي هي من التأليف الجماعي وإخراج الأستاذة رشيدة السعودي. هملوليات كتطرق لواحد الموضوع اللي هو شائك في المجتمع ديالنا، اللي بزاف ديال النساء كيعانيو منه. كاين التهميش، كاين الاستغلال ديال الإرث من طرف الإخوة، كاين الناس اللي كيكبروا في الخيرية. كنتطرقوا في هذه المسرحية لعدة مشاكل، وباش ما نحرقوش المراحل غادي نخليوكم تتفرجوا فيها وتكتشفوها. فهي مسرحية كتجمع بين الدراما والفكاهة، وكنتمناو لكم فرجة ممتعة. بالنسبة للدور ديال سعاد نظمي في هذه المسرحية، فهو دور السيدة اللي عندها اسم الكبيرة ولكن ملقبة بالطبعة. هاد السيدة ساذجة لواحد الدرجة كبيرة بزاف، بسهولة يقدر يتم الاستغلال ديالها، بسهولة يضحك عليها، كتيق لواحد الدرجة اللي كنلمسو هاد النموذج كاين في المجتمع ديالنا. وكتبقى عاشت معاناة، ومن لقات داك الصدر الحنين اللي غادي يضمها في واحد الفترة من العمر ديالها، غتحس بالأمان. كي كنقولوا غادا تحس بالأمان، وهذا المزج بين الأمان وبين الخوف من الماضي كيعطينا واحد السيدة اللي هي سعاد نظمي في خشبة المسرح وفي مسرحية هملوليات. مع الأستاذة رشيدة السعودي عمل كيكون ممتع، لأن ما كنتعاملوش كممثلات وكمخرجة، كنتعاملوا كأسرة كأخوات. فما كنلقاوش مشكل، ما كيكونش شي شنآن، بالعكس كتكون الأمور على خير ما يرام. والحمد لله كيف قلت لك كنكونوا أسرة واحدة.